ادي العيش لخبازه. بما ان مجال الماركتينج فيه نصب كتير، في شويه عملاء بعد شويه وقت من التعامل مع شركات الماركتينج بتقرر ان هي توقف شغل معاهم وتدور شغلها بنفسها. دي حاجة في العموم أنا مش بنصح بيها، لأن الموضوع مش مجرد بوستات بتنزل وخلاص، بس دول شوية نصايح محتاج تكون فاهمهم سواء هتشتغل لوحدك أو هتشتغل مع شركة تانية تسوق لك. رقم 1، نهارنا عسل الفنكوش وصل. ما تبيعش في فنكوش. المستهلك بتاعك مش محتاج أكتر من منتج واضح، استخدامه واضح، سهل الحصول عليه. مفيش وقت نفك ألغاز وأقرا بوست طويل عريض عشان أعرف أنت عاوز تبيع لي إيه. هو أنا معقول هعمل حملة دعائية على حاجة ملهاش وجود؟ ده حتى يبقى نصب واحتيال. رقم 2، ما تخترعش العجلة. في قواعد وبروتوكولز محطوطة للماركتينج. صباح الفل يا ست الكل، معاك رضا المسيري من شركة المصرية للمبيعات. نحن نختلف عن الآخرون خالص. امشي عليها الأول وبعد كده شوف هتجود إزاي. طيب ايه ده؟ بس بعد اذنك في ملحوظه رفيعه نسيت اقولها لك. مش هضمن لك ان هي تحقق لك بيع بنسبة 100%، لكن هضمن لك ان ناس تانية تعرفك ومن بعدها هيجي البيع. انت فاهم كويس ولا ايه؟ رقم 3، اعرف بتكلم مين. أنا الحرام. محتاج توفر شوية وقت وتفكر مين زبوني، محتاج مني ايه، ومحتاج يسمع مني ايه. يعني ببساطة شوف زبونك محتاج منك المختصر المفيد ولا محتاج شرح باستفاضة، علشان تخلق ويف كوميونيكيشن بطريقة ناجحة بينك وبينه. ايوه يا حاج اسماعيل، الراجل هيموت، مين اللي مات عنديكم؟ رقم 4، خلي عندك شخصية. في الأول هيكون صعب إنك تعمل ترند، معظم الترندات اللي فرقعت كانت صدفة، لكن سهل تحبب الناس فيك لو بتقدم حاجة بشخصية حقيقية، زي الطوخي، بلبن، ماما دهب، أبو طارق، كوكو أند إس. شغال. آخر حاجة، ادي العيش لخبازه. لو عندك إمكانية إن أنت تشتغل مع شركة ماركتينج أشجعك تعمل كده. اتأكد إن هم ناس شاطرة وأمنة، ونبقى نعمل فيديو تاني إن شاء الله عن إزاي تختار شركة ماركتينج كويسة ليك. وفي الآخر افتكر إن ده كلام بفلوس.